مالك كده بقيت أصلًا، كلمة بنسمعها كتير وبنفتكر إنها هزار، لكن هي بتضايق ناس كتير وخصوصًا لو صغيرين في السن، وبنبتدي بقى رحلة التجارب ونفضل ندوّر على زيوت وندخل على النت وندوّر على حاجات توقّف لنا التساقط أو تعمل لنا عملية إنبات، وكل ده بيخلّينا نرجع في الآخر من غير أي نتيجة، وطبعًا عشان كلنا عارفين إن الشعر تاج المرأة وبالنسبة للراجل هو مصدر الثقة بالنفس، علشان كده قررنا إن إحنا في أول بودكاست لينا من برنامج خطوة بخطوة نتكلم عن كل أسباب تساقط الشعر والصلع الوراثي وإزاي نقدر نعالجه خطوة بخطوة عشان نوصل لنتيجة ترضينا كلنا. معانا النهاردة في أول حلقة من بودكاست خطوة بخطوة دكتور محمد السلية من أشهر المتخصصين في التركيبات الدوائية الخاصة بتساقط الشعر والصلع الوراثي ورئيس مجلس إدارة شركة أسترو فارما ومراكز ليزر وجلدية واو في أوروبا. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. منورنا في أول حلقات بودكاست خطوة بخطوة. عايزين نعرف الأول كده ببساطة نعرّف الناس المشاهدين يعني إيه تساقط الشعر، وهو إيه أنواع تساقط الشعر؟ آآ في الحقيقة أنا باشكرِك طبعًا على المقدمة الجميلة دي، وأنا سعيد إن أنا معاكم النهارده، وأكثر سعادة إن إحنا هنتكلم في موضوع مهم جدًا، موضوع تساقط الشعر موضوع بي يمُس شريحة كبيرة من المرضى تهتم بطرق العلاج، ودايمًا يعني في معاناة في الجزء الخاص بالtreatment، فإن شاء الله أقدر أقدم معلومات مفيدة وتساعدهم ياخدوا قرار صح في العلاج. في البداية عايزين نعرف إيه هي أنواع المختلفة لتساقط الشعر، وإزاي نقدر نميّز بينها؟ طيب تساقط الشعر أنواع كتيرة جدًا. إحنا ممكن يعني نجمّعهم في 5 أنواع. النوع الأول بنسميه تساقط تفاعلي collagen effluvium. ده تساقط بيبقى نتيجة مشكلة في نقص في الvitamins زي الحديد، زي فيتامين د مثلًا. ممكن يكون نتيجة عملية جراحية اتعملت زي تكميم معدة. المريض بعد الevent بعد الحدث ب3 شهور بيبدأ الشعر يتساقط. ممكن يكون عندنا تساقط نتيجة postpartum collagen effluvium، تساقط ما بعد الولادة. آآ تساقط بسبب مشكلة في وظايف الغدة الدرقية، سواء كان بقى TSH، T3، T4. ده بيبقى تساقط تفاعلي. تساقط تفاعلي يعني نتيجة حدث معيّن، مجرد ما يحصل زوال للمشكلة دي أو علاج للمشكلة دي، بيرجع الشعر يطلع تاني، وما بناخدش علاج على طول، مجرد بس بنعمل recovery لفترة بتبقى من 6 شهور أنا لسنة. لو عملت تكميم آآ معدة أو عملت دايت قاسي شوية، فطبيعي الفيتامين اللي في جسمي بيقل، فده بيسبب لي إن أنا عملية تساقط الشعر وبداية ظهور الفراغات، بالضبط. فبناخد العلاج وتبقى الدنيا كويسة. لمدة 6 شهور، سنة، خلاص الموضوع بيسموه يعني تساقط تفاعلي، هو إمم. نتيجة رد فعل الجسم بيعمل رد فعل لحدث معين. إمتى بقى أعرف إن إحنا كده ماشيين على معدل طبيعي، أو أبتدي أقلق من موضوع تساقط الشعر اللي عندي وبداية ظهور فراغات كتير؟ دي بتتحدد بكذا حاجة. لمّا ألاقي تساقط الشعر في تساقط طبيعي يومي من حوالي 100 من 50 ل100 شعرة في اليوم. ممكن تصل ل200 شعرة في حالات اللي إحنا لمّا بنستخدم فيها الشامبو مثلًا مرتين في الأسبوع، بتزيد النسبة شوية. دي نسبة طبيعية. لمّا ألاقي نسبة زادت عن كده وبابدأ ألاحظ بقى إن في أماكن بدأ الشعر يخف منها، ساعتها أبدأ. فده التساقط التفاعلي. التساقط رقم 2 ممكن نقول عليه التساقط الوراثي androgenic genetic alopecia. ده من اسمه وراثي hereditary، منقول من الأب أو الأم، آآ أو حد من الجدود، في history في العيلة، وده مرض جيني زي مرض السكر ومرض الضغط. أي علاج أيًا كان اسمه أو نوعه، ودي نقطة مهمة جدًا الناس مش عارفاها، لازم يتاخد طول العمر. ما فيش حاجة اسمها دكتور أنا عندي صلع وراثي هاخد علاج لمدة. خلّينا بقى عند النقطة دي، في ناس بتفتكر إنها لمّا أنا مثلًا عندي هرمون في فرق دلوقتي إحنا قُلنا بين تساقط شعر طبيعي ده خلاص بياخد وقته بيروح، لكن لو تساقط شعر بقى وراثي، فالطبيعي إن أنا باخد الlotion أو باخد العلاجات اللازمة أو الجلسات اللازمة، بافضل عليها قد إيه؟ هنا بقى بنتكلم إن أي علاج للشعر مش أقل من 6 شهور. ده البروتوكول، سواء كان بقى تفاعلي أو أيًا كان نوع من الأنواع اللي أنا هاقولها دلوقتي. بناخد علاج لمدة 6 شهور. لو ال6 شهور دول ما فيش نتيجة بنغيّر الplan بتاعتها. ده الguideline اللي الدكاترة المفروض تمشي عليه. ولكن إحنا بنتكلم عمومًا في الصلع الوراثي، ده مرض مزمن. حتى لو المريض خد علاج في شهرين 3 6 وخف، هيفضل هياخد علاج على طول. ممكن جرعات تتقلل حسب بقى درجة الصلع الكلام ده كله. ولكن هو يعني بالضبط نفس الوصف لمريض السكر. مريض السكر ما ينفعش يسيب علاج. مسألة بقى إن في ناس تقول لك لأ أنا هاخد علاج شوية وهابطّل، ده كلام مش مضبوط. حتى even لو مريض الصلع الوراثي عمل زراعة، وهنتكلم برضه في لاحقًا في النقطة دي، هيضطر إن هو ياخد علاج وهياخد جلسات بحيث إن هو يحافظ على الشعر بمزاجه.
ده بالنسبة للصلع الوراثي. في نوع تالت بنسميه الصلع المناعي. المناعي هنا نتيجة إن الجهاز المناعي هو اللي بيوقع الشعر، زي الثعلبة. والثعلبة أنواع، منها الثعلبة العادية اللي هي الموضعية، بتبقى باتشز كده، دوائر فاضية. فرق بين الثعلبة في ساعات بيجي مثلا في الكلينيك حد عنده ثعلبة فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، عبارة بس عن فراغات بسيطة. في ناس يبقى عندها ثعلبة كاملة لدرجة بتوصل للحواجب. بالظبط، دي الوبيشيا توتاليس، الوبيشيا ارياتا. ارياتا من اريا، مكان صغير، والالوبيشيا توتاليس الشعر كله زي ما انت قلت. هنا الجهاز المناعي هو اللي بيتحكم في الجزئيه دي. الجهاز المناعي هنا بيروح للمنطقه دي ويرفض طلوع الشعر، يقول لك خلاص ما تطلعش هنا. فهنا احنا لازم نعمل كنترول على الجهاز المناعي رقم واحد، ونعمل بوستنج او العلاج في المرحله دي بينقسم لشقين. ان انا ازود ادي حاجات تعمل اندكشن وتطلع الشعر بشكل سريع، وفي نفس الوقت ادي علاج يوقف او يعمل سبريشن، يوقف الجهاز المناعي عند المنطقه دي. في ادويه كتيره في الجزئيه دي طبعا، يمكن يعني هو احنا لازم ناخد كورتيزون وفي بقى طبعا سيستميك كورتيزون ممكن يتاخد، ولكن بعض الاوقات يقول لك الكورتيزون ممكن يعمل لي ستريتش مارك، ممكن يزود الوزن. فالدراسات الحديثه او الادويه الحديثه كلها بتتكلم على الجاك انهبيتورز دلوقتي، اللي هي اندوماتويد، باريتابا، بارسيمينس. المجموعه دي بتشتغل على الجهاز المناعي بشكل ممتاز جدا، وفي نفس الوقت ما لهاش السايد افكت. هي غالية شوية، ممكن هي غاليه غالية شوية بس يعني تجيب سمعت نتيجة الموضوع أحسن. صعب يعني. اه حبوب بتاع شركه فايزر كان بحوالي 60,000 جنيه مثلا. النهارده في حدود 2000 2000 وحاجة. العلاج الثعلبة والبراندز كتير اللي بدأت تنزل جينيركس، فدي يعني بتساعد في مسألة العلاج. فدي الثعلبة اللي هي زي ما قلت الثعلبة الكلية أو الموضوعية، دي ثعلبة تتعالج. في ثعلبة أو في نوع آخر طبعا ده نوع رقم 4، التساقط التليفي، سكارنج ألوبيشيا. التساقط التليفي اللي بيحصل فيه طبعا أنواع كتيرة منه، انحسار خط الجبهة الأمامي عند النساء، فرونتال فيبروزنج ألوبيشيا، في سايكتريشيال ألوبيشيا، في الحزاز لكن بلانوبيلاريس، حزاز الشعر. دايما الشعر الأفريقي أو معظم المنطقة دي بيكون عندهم اللي هو بيرجع لورا قوي. بتلاقي يعني بتلاقي القورة كبيرة شوية، بتلاقي شعرها واصل لحد هنا والحواجب فاضية. ده التساقط التليفي. الجهاز المناعي بيروح يضرب الخلايا الجذعيه اللي موجوده في البصيله ويموت البصيله. الحالات اللي زي كده دي حالات علاجها صعب، ويبقى الكنترول هنا مهم عشان امنع ان الموضوع يزيد. مفيش حاجه اسمها خد علاج عشان يرجع الشعر، ده مش هيبقى بيرجعش في معظم الحالات، وخصوصا لو الحالات دي عدى عليها فتره طويله، سنه واثنين وثلاثه، الموضوع صعب. لكن لو في الاول ممكن ان احنا نلحق الموضوع ده. بيسموه فرونتال فايبروزنج الوبيشيا. حتى لو تمت عمليه الزراعه، وفي اخطاء بتحصل في النقطه دي، المريض بيعمل عمليه زراعه بس للاسف الشعر بيقع تاني. معالجش السبب الرئيسي بتاعه الاساسي. فدي نقطه. عندك تساقط. طبعا العلاج في المنطقه دي برضو بنتكلم ان احنا ناخد حاجات توقف الجهاز المناعي وحاجات تنشط. بس احنا هنتكلم على العلاج في الاخر، عشان العلاج ده هو بالنسبه لي هو اصلا موضوع الحلقه. احنا الحلقه كلها بنتكلم على المنتج الرهيب بتاع حضرتك اللي انا اوريدي جربته في العياده عندي. بس انا عايزه اتكلم برضو على حاجه قبل ما ندخل على العلاج، موضوع الزراعه. تمام. امتى اقول ان الكيس دي او البيشنت يحتاج ان هو يروح يزرع، وامتى ان انا اقدر امشي معاه مع جلسات ومع اللوشن اللي احنا ممكن نستخدمه كافتر. مهم جدا، وبيختلف طبعا حسب المركز وحسب الدكتور، وحسب الأهم من ده كله حسب درجة الصلع. يعني المريض الشاب صغير مثلا في العشرينات وعنده صلع فترة أقل من 5 سنوات، لأن بيحصل فوليكل مينيترايزيشن في الصلع الوراثي كل 5 سنين، حجم البصيلة بيصغر. فإحنا يهمنا جدا في علاج الصلع الوراثي بالأدوية يكون في الفترة اللي في الأول، اللي هو أول 5 سنين. ولكن المريض لو فات أكتر من 5 سنين، 10 سنين، 12 سنة، والسن بالتبعية طبعا لما تمر الفترة دي السن بيكون كبير، والبصيلات بتبتدي خلاص مفيش دم واصل لها او مفيش بلازما واصله لها كويس. فهنا الافضل ان احنا نعمل عمليه زراعه. فهنا الزراعه مشروطه بالحاجات اللي انا قلتها. لكن هل ممكن نزرع لشاب صغير؟ انا شايف ان دي جريمه. ليه؟ لان البصيله، واحد عنده مريض مثلا عنده مشكله في الكبد، ياخد علاج ولا يزرع كده؟ لا، ياخد علاج. طب لو العلاج ما جابش نتيجه،
نبتدي نتجه هي للزراعة. بالضبط نفس الفكرة. لأ، بس عايزة أقول لحضرتك الناس دلوقتي بقى عندها الثقافة اللي هي لأ، أنا أعالج الأول السبب وأمشي على العلاج وآخد كورس علاجي، أقعد سنة أعالج، بعد السنة دي لقيت ما فيش فايدة ممكن ساعتها أتجه للزراعة، ما بقاش عندها الناس بقت فاهمة كويس موضوع إن أنا ما اتجهش للزراعة على طول، هو برضه حتى لو عملوا زراعة بيتجهوا بعد كده لازم علاج ولازم ياخدوا لوشن عشان البصيلات اللي إحنا طبعًا اتزرعت لازم نحافظ عليها. بعد الزراعة هو طبعًا ما زال المشكلة جينية، هو معظم الحاجات بتزرع في الصحراء القاسي، بتبقى المشكلة جينية، هو الخلل ما زال جوّه. أنا النهارده لمّا أنا زرعت، ما أنا خدت بصيلات من المنطقة المالحة حطيتها قدّام، اهم. فأنا يعني still ما زالت المشكلة جوّه. هي دي النقطة بقى، مش منها. الناس بتفتكر أنا زرعت إمم. فخلاص بقى كده، أنا رُحت دفعت 30، 40 ألف جنيه وعملت شعري، فخلاص الموضوع إيه، هيبقى لأ مبسوط شوية، يعني هو هيقعد ده لو آه، نجحها وsay مثلًا بعدها ب6 شهور، بعدها ب6 آه، شهور بدأ بس لو ما خدش علاج بعدها وارد جدًا إن الشعر آه، يبدأ عمليًا، آه، خصوصًا لو الهرمون أو الجين الوراثي قوي. لإن زي ما حضرتك بتقول الهرمون أصلًا موجود. ممكن الدنيا تكون ماشي، إمم، أوكي والشعر أنا زرعته وشعر مواشي، هو الشعر مقاوم للصرع، ولكن لأ مش مقاوم 100%. تمام، في ناس عندها المنطقة منها زيرو ليه؟ لأن المنطقة دي المفروض إن هي منطقة مقاومة للصرع. عشان هرمون الDHT بالضبط عندهم قوي. فهي دي عوامل كلها إمم، الدكتور بيحددها في العيادة، بس لازم المريض يكون فاهم إن في عوامل كتيرة جدًا أقدر إن أنا قبل ما آخد خطوة الزراعة لازم أكون فاهم هل أنا مناسب للزراعة والّا لأ، ولو زرعت لازم أبدأ آخد العلاجات خاصةً كمان الجلسات اللي هي التنشيطية اللي بتتعمل في العيادة. طلع وراثي آآ عندك جيناتك فيها مشكلة، البلازما مش بتوصل للمخ، فلازم إن أنا أنشّطها، مش عايز مينوكسيديل، عايزاك بقى تبقى حضرتك بُصّي النقطة الفاصلة اللي تقول لنا إن إحنا نستخدم مينوكسيديل إزاي. هو النهارده لمّا بنيجي نعالج كدكاترة مش بنعالج بمزاجنا، إمم، النهارده في guideline ده يعني خارطة طريق بمعنى أصح في اللغة العربية الفصحى يعني، خارطة طريق إحنا بنمشي معاها. أيوه، في دراسات طبية اتعملت، ونتيجة الدراسات الطبية اللي اتعملت على مستوى العالم، في products في أدوية طلعت، والأدوية دي بخطة علاج للمريض. فهنا لازم نفهم إن لمّا الدكتور يكتب للمريض دوا مش بيكتبه كده يعني إمم، ممكن بتفرق طبعًا من وصفة لأخرى ومن شركة ومن لتانية. شركة لتانية، يعني إمم، بتبقى القصة كلها إن أنا الدكتور يتوفق إزاي إن هو يدّي علاج مضبوط. المينوكسيديل ده دوا واخد FDA approval موافقة هيئة الغذاء والدوا الأمريكية آآ من حوالي 45 سنة. قُتل بحثًا ومحطوط في كل يعني أنواع تساقط الشعر إمم، موجود في رقم 1 أساسي في العلاج. أساسي في العلاج. آآ ولكن طبعًا في معلومات كتيرة على السوشيال ميديا يقول لك إن المينوكسيديل لو أنت خدته وسِبته شعرك يقع مثلًا، دي معلومة من المعلومات. أيوه، المعلومة دي منتشرة كل الناس عارفاها تقريبًا حتى اللي مش في المجال هو أي حد حافظ، لأ هو المينوكسيديل ده لو خدته وسِبته شعري هيقع ما هو كده شعرك بيقع. ورقم 2 موجود بقى له 50 سنة والناس لسه عندها صلع، طب ليه؟ إمم، لأن هو لوحده مش كفاية، هو أساسي في العلاج، عندك دور برد وخدت مضاد للحساسية مثلًا، هل كده أنت خفيت؟ لأ، ما لازم تاخد مضاد حيوي ولازم تاخد هي زي ما في حضرتك بتقول وصفة هو مرض مزمن. بالضبط، مرض مزمن، ف تاخد المينوكسيديل أو غير المينوكسيديل وسِبت الدوا، ما أنت شعرك هيقع، إمم، فيعني هي حتة الخوف النهارده من الجزئية دي ده خوف غلط، وزي ما قُلت الصلع الوراثي مرض مزمن والمريض اللي عنده صلع أكيد جرّب أدوية كتيرة وماشي على المينوكسيديل المفروض أيوه، الدكتور الشاطر بيوصفه في العلاج، ولكن هو الناس متخوّفة زي ما قُلت لِك النقطة دي رقم 1. رقم 2 بعض الحاجات اللي ممكن تحصل، دكتور بقى أنا خدته بس بقى لي 6 شهور، بقى لي سنة، بقى لي 2 بس النتيجة ضعيفة، إمم، لأن هو لوحده مش كفاية. ده هياخدنا لشرح مهم جدًا، دورة حياة الشعر الطبيعية إزاي، بتحصل إزاي، والدورة المرضية أو الشكل المرضي بيحصل إزاي. تساقط الشعر الطبيعي فروة الرأس فيها يعني حوالي 100.000 شعراية. ال100.000 دول 90% منهم في المرحلة بيسموها الأناجين مرحلة نمو، شعرها عمرها سنة، عمرها 2، عمرها 3 هي عمّالة تنمو وخلاص الشهر عدّى بيروح إمم، أحلق، بيضبّط شعره وهكذا. في جزء من الشعر 10% بيسموها التوليجين في حالة تولجين في حالة موت، الحالة دي اللي هو التساقط الطبيعي اليومي اللي هم ال50 ل100 شعرة بتوع كل يوم، هم بيتجددوا. اللي هو الناس بتشوفها ساعات آه، تتخض مع إن هو ده الطبيعي. طبيعي. إمم، ده لو زاد يبقى نبتدي ضعف. نقلق. إمم، طب الشعر ده بيتجدد، الشعر ده بيتجدد، هرمون الذكورة اللي هو التستوستيرون موجود في النساء موجود في الرجال، ده الهرمون ده بيتحول لهرمون الصلع، بيسموه هرمون التساقط DHT دايهيدروتستوستيرون، هي معلومات طبية شوية أيوه، بس يعني مهم يعني بس الهرمون ده موجود في السيدات أقل شوية من الرجال. موجود هو بس أقل هو اللي شوية. بيعمل تساقط، النهارده هو اللي الهرمون ده لمّا ذكي جدًا،
في عضله ماسكه الشعرايه كده اسمها ريكتور بيلي نصر. العضله دي لما بيجي هرمون التساقط وقت موت الشعره، خلاص لما ال 10% دول بيجي الهرمون يلمس العضله دي، بيحصل كونتراكشن، العضله تتشد، تقوم تفصل الاوعيه الدمويه من البصيله، الشعرايه خلاص كده ماتت. دي بقى لما بنعمل تسرح مثلا نلاقيها وقعت في نلاقيها ايديها. وقعت. وفي 3 شهور بيحصل عمليه انبات لشعر جديد، ودي مهمه جدا. الشعر الجديد ما بياخدش شهر. دكتور انا خدت علاج شهر وما جابش نتيجه، يا حبيبي يبقى انت لازم تاخد السايكل بتاعت الشعر من 3 ل 6 شهور عشان الشعر الجديد يطلع. دي عملية الفلترة. دي عمليه الفلتر، دي عملية اللي هي الفلترة. الفلتر. الشعر الميت بيقع الاول، تمام. الشعر الميت ده لما بيحصل عمليه انبات، ما هو اللي بيقع ده اللي هم ال 10% بتوع كل يوم دول، اللي هم ال 100 شعره ايوه دول، نتيجه ان الشعر الجديد يطلع بيزق الشعر الميت، بيفلتر بقى، بيجيب بيفلتر، الجديد. بينظف بينضف. اللي بيحصل بقى في التساقط المرضي. وخصوصا بقى بنتكلم على الوراثي، يمكن ده يعني واخد جزء كبير من كلامنا، لأن نسبة، يعني نسبة كبيرة جدا، بين كل 3 نساء بريفالنس واحد في واحدة عندها صلع، تساقط وراثي. يعني ممكن نقول تساقط وراثي بالنسبة للنساء يعني سهل، بسيطة شوية، ايوه. اما هو صلع وراثي، يعني لو التساقط ده يؤدي إلى صلع. لما بيحصل عملية نشاط وخلل جيني، هرمون الذكورة ده بيتحول بشكل كبير للدي اتش تي دايهيدروتستوستيرون عن طريق الانزيم بيسموه 5 الفا ريدكتيز 1 و 2. دول بياخدوا المينوكسيديل، يحولوا المينوكسيديل، بياخدوا سوري التستوستيرون، يحولوه دايهيدروتستوستيرون. ده بيروح بشكل قوي وعشوائي، يشد العضله اللي ماسكه البصيله في وقت مش الوقت اللي هو المحدد لموت الفراغات تتكون، ومفيش انبات. الهرمون ده بيعمل حاجه تانية، بيعمل ضيق في جدار الاوعيه الدمويه، فالدم اللي واصل للبصيله يقل، فالشعريه ترفع. الشعرايه عايزين بقى نوصل للنقطة دي، الشعرية بترفع فبتبقى ضعيفة فبتقع. وبيبقى بيسموه غل السير. الشعرايه كده تلاقي عند البنات كده في حاجه، تلاقي الشعر بدأ بيبقى في فراغات في النص بالظبط. كبيرة جدا. فهنا الشعر رفيع امم والشعر ابيض، تمام. امم الاثنين دول بيسببوا فراغات. بيسببوا فراغات ويبتدي الدنيا فالنهارده عشان نعالج، عايزين بقى نتكلم على العلاج. بالظبط. النهارده الجايد لاين عشان نعالج، لازم ندي حاجتين: مينوكسيديل عشان نوسع الاوعيه الدمويه اللي اتقفلت، مهم عشان الدم يوصل للشعر. 2، ناخد انتي اندروجين مضاد لهرمون الصلع، لان هرمون الصلع ده قلنا ان هو بيعمل ايه؟ الدم بيوصل بس العضله موجوده، الهرمون بيلمسها يقوم يموت الشعر، بتوع الشعرايه قبل ما بيوصل. احنا وصلنا دم بس وصلناه على الفاضي. بلس كمان ان الدم ده ما بيدخلش جوه الشعر، يدخل جوه الشعر لازم الهرمون بتاع الصلع بيقفل مستقبلات البصيله، فيمنع دخول الغذاء لمين؟ للشعر، فالشعريه بترفع. بص يا دكتور، دلوقتي انا لما باجي اعمل الجلسات عندنا في العياده، اول حاجه كنت مثلا بقالي اكتر من 3 سنين بعمل جلسات الميزوثيرابي والاكسوزومز والحاجات دي، واستعملت برودكت كتير بصراحه. اكتر برودكت لوشن جاب معايا نتيجه، وبصراحه انا اللي طلبت منك ان انت تيجي معايا في البودكاست بسبب المنتج ده. يعني المنتج ده انا مش عارفه انت عامله ازاي. كيرلي إلي لوشن. بجد يا جماعه مش اعلان، هو اللي عندي في العياده البيشنت عارفين ان انا معتمداه. انا معتمده ده. ده بيوقف التساقط وبيعمل عمليه انبات وبيخلي الشعر في حته تانية. عايزاك بس تكلم الناس معانا على المنتج الرهيب ده. كيرلي لوشن هو تقنيه بولنديه، هو مصنع في مصر، مرخص وزاره الصحه، بيحتوي على 18 ماده. 18 ماده دول سيمبلي متقسمين ل3 مجموعات. مجموعه بتعمل تغذيه للشعر، مجموعه بتعمل توسيع الاوعيه الدمويه عشان توصل الدم للشعر، مش مينوكسيديل، ولكن هو ممكن فيه شويه حاجات بتشتغل يعني نفس التاثير او قريبه جدا من التاثير. انا عارفه ان هو خالي من المينوكسيديل بالظبط، بس بعض الناس عندهم حساسيه من المينوكسيديل، مش فالناس دي محتاجه حاجه تعمل او عندها لسه في بدايه الصلع، مش محتاجه مينوكسيديل، الدنيا عندها لسه الاوعيه الدمويه ما قفلتش قوي، يعني لسه في مساحه. ما انا استغربته لان هو ما فيش مينوكسيديل وبيجيب نتيجه روعه. بتعمل الكافيين من الحاجات الاساسيه طبعا، بس في حاجات تانية اكيد موجود، بيعمل توسيع الاوعيه الدمويه. السوبالميتو يعني ده بقى من ضمن الجزء الثالث، المجموعه الثالثه بتشتغل على وقف هرمون الصلع، يعتبر افضل حاجه موجوده عشان توقف الهرمون اللي مسؤول عن التساقط، فبيدي مساحه ان الشعريه تتغذى، وفي نفس الوقت ما يحصلش التساقط والفراغات تبدا تتكون. 18 ماده بتشتغل بطريقه اسمها سينرجستيك افكت. سينرجستيك افكت في علم الصيدله ان احنا ممكن ندي مادتين
دي فكرتها يعني إمم. عشان يبقى الناس فاهمة يعني إيه synergistic effect. الدكاترة فاهمة بس عشان ممكن ندّي مادتين، المادتين دول بيشتغلوا بطريقتين مختلفين على نفس المشكلة، أحسن لو مادتين مختلفين، أحسن ما ندّي مادة واحدة. كل ما 1+1 هنا يساوي 4 تدّي تأثير مضاعف. فالفكرة هنا ال18 مادة بتشتغلوا مع بعض عشان تعمل block للهرمون. المفروض في الguideline في علاج الصلع بندّي الminoxidil plus anti androgen. الanti androgen اللي معروف اللي هو الfinasteride والdutasteride. الناس المتعمقة في الصلع والدكاترة فاهمة يعني إيه finasteride إمم. والdutasteride، بس مشاكلهم يعني الsexual قوية جدًا وغير مقبولة لبعض أنا الناس. بالنسبة فهنا لي كpatient والpatient اللي هيتفرّجوا على الpodcast ده هيعرفوا إن أنا يعني أنا نَفْسي كان عندي فراغات، باعمل جلسات أوكسيزومز لنَفْسي وباعمل growth factor، بس ده فعلًا بينبّت يعني عمل لي baby hair. وبالنسبة للرجال من ناحية الصلع الوراثي، يعني أنا عندي حد من الدرجة التالتة كان عنده هنا فراغات، بعد شهر بالضبط ابتدت الدنيا، هو باعت لي voice بيقول لي الدنيا تقلت عندي، فبجد منتج رهيب. يعني هو أنا مش عارفة أنتم عملتوه إزاي.